اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو السابق فتحنا علبة الشنيور اللي انا جايبه للمهام المنزلية، وطبعا الشنيور محتاج شوية مستلزمات عشان يشتغل. هو كان معاه 2 هدية، البنطتين دول 8 و10 دقائق المفروض هنا، وانا اشتريت له شوية اكسسوارات نفتحها مع بعض نشوف ايه هي. ده اول حاجة، ده طقم من بوش طبعا. ده تايواني انما الشركة نفسها الماني. ده عبارة عن 46 قطعة. كل القطع دي حوالي 32 أو أكتر، تقدر تستخدمها مع الشنيور طبعا عشان تربط بيها مسامير الفيشر. تجد دول تقريبا 32 قطعة، و ادي 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. دول 46 قطعة. طبعا دي مغناطيسي كده في الشنيور. احنا مش هنشغلها بس يعني المفروض نربط. كده ربطت. طبعا الشنيور زي ما وضحنا او ما وضحناش لاننا طبعا كان فتح علبة فقط. كده هيتحرك يمين، تضغط الناحية التانية كده هيفك يتحرك شمال. طبعا الشنيور فيه سرعتين. هنا لو ضغطت ضغطة خفيفة كده اول سرعة، بعد كده هو اصلا يعني هنا كده لازم تضغط هنا عشان يتحرك. كده يتحرك يمين، كده يتحرك شمال. انا عايزه يتحرك يمين، اضغط تكة بسيطة. شايف؟ وبعد كده دي الطويلة دي لو هتحفر في الحيطة، انما هي البسيطة هتجده هنا بيتحرك بسرعة بسيطة، بيربط معاك الفيشر بمنتهى السهولة. طبعا كان في طاقم تاني كان مليان بنط، بس انا يعني مش محتاج البنط فشفت البديل الخاص بيها. هتجد برضو الطقم ده ظهر امامكم صور مصغرة ليه. والطقم التاني اللي انا كنت بفكر اشتريه كده يعني لقيت فيه بنط كتيرة، بنط للخشب والحديد والحيطان، فانا مش محتاج ده كله يعني. بس فاخترت ده يعني على الاقل اعرف اربط بيه. وكمان هنا مع سوري انا عندي شوية برد فألدغ شوية. طبعا كل واحد ليه مقاس، هيكون واضح في الصورة المصغرة اللي انا حاططها. ودول معاك مقاسات برضو ل6 7 8 10 11 13 3/16 ربع، 5/16 11/32 3/8 7/16. وهنا 2 3 لحد 7. هنا 1.5 2 2.5 3 4. طبعا أشكال مختلفة كلها. احنا هنشيل أي حاجة مثلا. الشنطة دي في حدود 200 جنيه، والشنطة التانية بتاعت البنط برضو في نفس السعر. يعني دي انت بتحرك كده يمشي يمين، اهو الناحية التانية. انت على حسب يعني انت عايز تفك هو كده. يعني انت شوف الاتجاه عشان مش ماسك مسمار فيه فمش عارف. يعني هو الناحية كده هيربط كده، هيمشي يمين، هيمشي يمين كده يمين اللي هو يرجع. يعني انت بس انت يبقى انت هتربط كده وتلف الناحية التانية، يبقى انت هتربط كده. ما علينا، هو بيلف معاك. انا مش عارف احدد لان مفيش مسمار
نشتغل عليه. بس هو انا جربته بصراحة ممتاز جدا، والشنيور كمان ممتاز جدا جدا جدا، يعني في الفيشر ما كملتش ثواني. طبعا ده مغناطيسي. نشوف البديل اللي انا اشتريته للطقم الخاص بالبنط. اشتريت بديل كده رخيص في حوالي 70-80 جنيه. ده البديل. ده طبعا في بنط حدادي، وفي بنط اللي هي كونكريت اللي هي الخرسانة او الحيطة. هتجد هنا 4 للحيطة، مقاس 4 و5 و6 و8. اما الحدادي 2 و3 و3.5، وفي 2 4، وفي واحد 5 وفي واحد 6. طبعا انا بالنسبة لهنا اللي هي الحيطة، انا طبعا معايا هنا 8 و10، فده لحد 8، فالدنيا تمام يعني. ومع شوية برضو اللي هي بتاعت الشنيور او بتاعت أنا مش عارف اسمه اصلا، مش كهربائي، بس دي الحاجات المنزلية لطيفة يعني، تقدر تستخدمه هنا برضو. بس تحسه اكثر شوية، لان يعني دي بوش ودي انجو. طبعا انت هنا المفتاح ده هتحركه يمين عشان طبعا يلف معاك هنا كده يمين، لان لو كده يعني كده ربط، وكده تدخل ده يفك. لو هو محطوط في النص هتجد المفتاح ادوب تكة واحدة، ما ينزلش حتى يشتغل دجاجة او اي حاجة. طبعا من هنا من الاعلى هتجد هنا العادي، وهنا دجاجة كده، دجاجة كده عادي. هو بصراحة كان صوته جميل جدا واداؤه كمان حلو. وانا عملت طبعا فتح علبة في الفيديو اللي فات، انما تقييمي ليه ممتاز جدا. انا طبعا انتوا وضحت لكم في الفيديو اللي فات ان سعره انا جايبه حوالي 400 440 او 450 500 بالكتير. بس اداؤه ممتاز جدا. هو طبعا هنا معاه مسطرة، بس المسطرة انا شايفها في العلبة. المسطرة حلوة بصراحة يعني، حتى لما حطيت الفيشر الستة شفتها وقستها لقيتها لطيفة يعني. بدل ما تركب فيشر تقعد تدق او تعمل تحفر وتشده تاني، لا انت بتدخل مسطرة وبتريح نفسك يعني. دي الحاجات اللي اشتريها. ده بديل الطاقم الخاص ببوش. طبعا التانية افضل لو انت يعني هتشتغل في الحيطان كتير، انما انا يعني مش محتاج ده كله، انا هاوي. فانا كفاية عليا الاربعة دول والاتنين دول وخلاص على كده يعني. مش هشتغل حاجات ثقيلة. ده اهو في 1 2 3 دول 4 حيطان، ودي 1 2 3 4 5 6 7، دول 7 حدادي. وفي شوية ادي 2 عادة و4 صليبة، ودول 2 مش عارف الدائري ده. فهو لطيفة يعني، دي تعملها من حوالي من 60 ل80 جنيه. انما الطاقم الخاص ببوش اللي هو الكامل بتاع البنط بيعمل حوالي من 200 ل 250.
فانت يعني ممكن تشتري اتنين، اعتقد ده ب200 225، والتاني برضو اللي هو بتاع البنط من 200 225 250. دي الحاجات الخاصة ببوش. يعني دي تجربتي البسيطة معاه. بصراحة انا جربت ده ممتاز جدا وصوته هادي، مكملش ثانية. او يمكن انا عشان الفيشر 6 ملي فصغير مكملش، بس هو كان جميل جدا يعني. ده فيديو سريع كده، فتح علبة بوضح لكم تجربتي، والحاجات دي يمكن تنفعكم في المهام المنزلية. ولو حد عنده أي سؤال اتفضل في التعليقات، لان طبعا انا هجربهم الحاجات دي ليا، فلو حصل معايا مشاكل او حاجه اسالني وانا هجاوبك. المهم كده الفيديو انتهت. من الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده أي سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظروني في الفيديوهات القادمه. سلام.